ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم سهام من قناة موضوع مختلف. بنقدم لكم كل حاجة مختلفة وبطريقة مختلفة وبطريقة سهلة جدا جدا. تعالوا النهاردة نعمل لحمة بطريقة مختلفة. عندنا لحمة مسلوقة زي ما انتوا شايفين كده، بنسلقها كويس وبعد كده هنعمل بيها الحاجات اللي هتشوفوها معايا. يلا نبدأ الفيديو مع بعضينا بسرعة. اول اكلة معانا هنستخدم فيها بصلاية، هنبدأ ان احنا نقطعها. تمام كده، ده الشكل اللي انا عايزاه وده الحجم اللي انا عايزاه. هنبدأ نجيب حلة على النار، نحط فيها حتة من الزبدة او السمنة. اول ما تسيح معانا هننزل باللحمة نديها صدمة. دلوقتي هنبدأ نشوحها كويس بحيث ان هي تكون متحمرة من الناحيتين. الخطوة دي مهمة جدا علشان تديها لون حلو وكمان تديها طعم حلو قوي. هنا هكون مجهزة نص بصلاية متقطعة على شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل بيها على اللحمة بتاعتي، وكمان نزلت بنص معلقة من الثوم المفروم، يعني في حدود 5 فصوص ثوم كبار. كده بدأت تتشوح معايا وبدأت تاخد لون حلو جدا. ده اول طبق معانا. هنبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. نزلت بفلفل اسود وبدأت احرك فيه. اي توابل انتوا بتحبوها تقدروا تنزلوا بيها. خلاص كده انا هطلع اللحمة بتاعتي. انا نزلت بس بفلفل اسود ونزلت بشوية ملح. كده كده وانتي بتسلقيها حطيت لها شوية توابل محترمة خليتها طعمها حلو. التشويحة دي هتخليها طعمها اكتر احلى، وهتعملي كده شوية صوص بالبصل هيبقوا حلوين جنبيها. طبق كده جانبي مع الاكل. لو انت زهقتي خلاص من اللحمة المسلوقة او من اللحمة اللي بنطبخها على طول، هنعمل الطريقة دي. في طريقة تانية في نفس الفيديو هقول لكم عليها. هنيجي في نفس الحلة ننزل بالبصلاية اللي احنا قطعناها. تعالوا في نفس الوقت عشان نكسب وقتنا نحط حلة تانية على النار. ننزل بشوية شعرية علشان نعمل احلى رز مفلفل هتدوقوه وتشوفوه في حياتكم. نيجي بقى للحلة بتاعتنا. البصلة خلاص دبلت واتحمرت شوية حلوين. هجيب اللحمة بتاعتي اقطعها مكعبات وهنزل بيها على البصل زي ما انتوا حابين، الحجم اللي انتوا عايزينه اعملوا بيه. انا قطعتها مكعبات صغيرة. هنشوحها مع البصل علشان تاخد طعم من البصل حلو، وكمان تاخد تشويحة حلوة ولون حلو. هنزل بتوم محروس، عبارة عن فصين من التوم. هي نص معلقة من العلبة، لو انتوا عندكم علبة جاهزة للتوم بتكون مفرومة جاهزة. تمام كده. هنزل بعد كده بربع كوباية من الصلصة عشان تديها لون حلو وتديها طعم حلو. مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، هنزل بيها شوية شوية. تمام كده، انا مش هكتر، انا بس عايزاها تكون جوسي ويكون طعمها حلو، علشان كده حطيت شوية قليلين. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الاسود. عندي سيزون هنزله عليها، لو عندكم بابريكا ممكن تنزلوها. اللي في امريكا عندنا السيزون ده موجود. كمان عندي زعتر اخضر بنزل برشة. وبعد كده نقلبهم تقليبتين حلوين كده. تمام. نشوف بقى الرز بتاعنا. انا موطيه عليه واخده بالي منه علشان ما يتحرقش وعلشان الشعريه ما بتاخدش وقت. هننزل كمان بربع معلقه من السكر علشان تعدل الحموضه بتاعه الصلصه، علشان ما يبقاش زاعق معانا. نبدا بقى نقلبهم تقليبتين واتفرجوا معايا على الحلاوه والجمال. طبعا الرز بتاعنا ما نسيناهوش. احنا دلوقتي حمرناه تحميره حلوه، هننزل عليه بالشوربه. انا بحب احط المصفى دي علشان اي توابل او اي حاجه في الشوربه ما تنزلش معايا في الرز، عشان انا بحط توابل كويسه وبحط كمان توم وبحط ورق لورا، بحط بصل. كل الحاجات دي بتخلي الشوربه حلوه قوي، وكمان حبهان. دلوقتي غطيت عليه، هسيبه يغلي شويه. بعد ما هياخد غلوه هوطي عليه. للناس المبتدئين الرز طريقته سهله زي ما انتم شايفين، مفيهوش اي تعقيدات خالص.
بتحمري الرز والشعرية، بعد كده تنزلي بالشوربة يدوب تغطي الرز بشوية، بعد كده تسيبيه يغلي وتوطي عليه وخلاص. اهم خطوة ان هو يتحمر كويس. اتفرجوا بقى معايا على الحلاوة وعلى الجمال بتاع الرز، رز مفلفل ومحترم. يلا بقى نكمل السفرة بتاعتنا ونعمل احلى شوية ملوخية ناشفة بطريقة مختلفة. هخليها لكم احلى من الخضرة. جبت طاسة حطيت فيها شوية سمنة وكمان حطيت معلقة من الثوم المفروم، هبدأ احمرها زي ما انتم شايفين. هقول لكم بقى على اهم تركاية هتخلي الملوخية تطلع معاكم تحفة، سواء الخضرة او الناشفة. هنجيب كزبرة ناشفة وننزل بيها على الثوم وهو بيتحمر، رشة كده خفيفة هتديها لون حلو وتديها ريحة حلوة جدا. وكمان هنزل بمعلقة من الصلصة. تمام كده، اخدت لون والريحة تحفة. تعالوا بقى مجهزين كوباية من الملوخية الناشفة، هننزل بيها على الخلطة اللي احنا عملناها. هنبدأ نحرك فيها بالمضرب اليدوي. ما عندناش مضرب يدوي ممكن بالشوكة، بس المضرب اليدوي هيطلعها حلو. نزلت بس بشوية صغيرين من الشوربة. اهم تركاية هنا هننزل بالشوربة واحدة واحدة. نزلت بشوية كمان وبدأت ان انا اقلب فيهم، خليتها عاملة زي الرمل كده المبلول، زي ما انتوا شايفينها هي واضحة قوي قدامكم. التركاية دي حلوة قوي. نزلت بشوية كمان، شوية شوية، مش هننزل بالشوربة كلها، دي اللي هتخليها عاملة عرق معاكو، وكمان هتخليها زي الملوخية الخضرا بالظبط، هتمط معاكو بعرق. هتشوفوها في الفيديو شوية كده كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزل بشوية كمان. امشوا على خطواتي وهتدعولي. هنزل كمان بشوية. هتدوقوا احلى ملوخية ناشفة عمركم ما دقتوها في حياتكم، بطريقة مختلفة في قناتنا موضوع مختلف. هننزل بشوية كمان ونقلب كمان. كل ده احنا موطيين على النار، يعني مخليينها وسط، مش معليين عليها ولا مهديين عليها على الاخر. التركية دي هتخلي الملوخية بتاعتكم محدش يصدق خالص ان هي ناشفة، فعلا هيحسبوها ان هي خضرة، لان هي هتكون فيها عرق وكمان هيكون لونها حلو. امشوا بس على خطواتي ومش هتندموا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان تقولي رأيكم في الكومنتات. اتفرجوا بقى معايا. شايفين دي احلى ملوخية دي ولا ايه؟ ناشفة وبعرق كمان. اعملوها بالطريقة دي ومش هتندموا ابدا ابدا. وادي الرز كمان الحلو الجميل. كده خلاص الملوخية اخدت الغلوة بتاعتها. هبدأ اطفي عليها علشان نعمل مع بعضينا الطشة بتاعتها. جبنا طاسة على النار ونزلنا فيها معلقة من الثوم او 5 فصوص ثوم كبار. بعد كده هننزل بكزبرة ناشفة رشة كمان. كده خلاص اتحمرت وهننزل بيها على الملوخية الحلوة بتاعتنا. اتفرجوا بقى على الجمال. اتفرجوا بقى على الحلاوة والجمال اللي طلعت. ده شكل اللحمة اللي كانت بالبصل اللي حمرناها، ودي كمان اللحمة النوع التاني اللي حطينا له شوية طماطم او صلصة. وادي الملوخية الجميلة بتاعتنا، وادي كمان الرز المفلفل التحفة بتاعنا. عملنا سفرة محترمة، شكلها جميل وطعمها تحفة وريحتها احلى واحلى. في قناتنا قناة موضوع مختلف، كل حاجة مختلفة عندنا، كل حاجة مختلفة. اللحمة طعمها مختلف وطريقتها مختلفة وكمان شكلها مختلف، وأي حاجة تشوفها عندنا هتكون مختلفة تماما. جربوها وهتدعولي، وما تنسوش تقولي رأيكم. بألف هنا علينا وعليكم، ونشوفكم في فيديو جديد.